في مقبرة ما بتعرفش الرحمة، اللي يدخلها ممكن يخرج وممكن يفضل مدفون جواها حي. القصة دي مش خيال، دي حكاية اتقالت بصوت مرعوب من شخص كان المفروض يكون تحت التراب، لكن اللي رجع بعينين شايفين الموت وشايفين الشيطان نفسه. لو عندك قلب اسمع للآخر، بس حذرتك اللي بيكمل الحكاية دي ممكن يسمع صوت جاي من تحت سريره. الليلة لو جاهز تكمل الفيديو اطفي النور وحط السماعات واعمل اشتراك ولايك علشان تكون ضمن الأحداث المرعبة. جاهز؟ يلا بينا. سعيد شاب وعادي من حي شعبي، معروف بجرأته لدرجة إنه دايماً يتحدى أصحابه ويدخل المقابر بالليل ويضحك ويقول الموت ما بيخافش منه، اللي يخوف هو الأحياء. بس الليلة دي كان التحدي مختلف. أصحابه يتفقوا معاه على رهان، لو دخلت القبر المفتوح ده وقعدت فيه ساعة نديك 5000 جنيه. ضحك وقال 5 دقايق تكفيني، هاتوا التربة وافتحوا القبر. دخل القبر برجليه وهم قفلوا عليه الغطاء بالحجارة وقالوا ساعة بس وبنرجع نفتح لك. لكن ما حدش رجع. الدنيا كانت ضلمة والنور اختفى. في الأول كان ساكت بيضحك مع نفسه مستني يخرج، بس بعد نصف ساعة بدأ يسمع صوت خربشة جاي من جنب الحيطة الطينية، وبعدين صوت أنفاس تقيلة جاية من وراه. قال بصوت عالي يا جدعان كفاية هزار، لكن مفيش حد رد عليه. وبعدين سمع همسات كتير، كأن في ناس حواليه جوه القبر. واحدة من الهمسات قالت له انت مش هتخرج تاني، انت خلاص مننا دلوقتي. فجأة الحيطان الطينية بدأت تتحرك، ايده اتغرست في حاجة لزجة، ولما طلعها لقاها مليانة دم وسواد. ظهر كائن من الظلمة، ما كانش إنسان، عيونه حمر وأسنان زي الشفرات. بصوت شيطاني راح قال أنت جيت برجليك، محدش غصبك، دلوقتي دورك يبدأ. وظهر حواليه دايرة من الشياطين الصغيرين بأشكال مشوهة، نصهم بدون عيون ونصهم بدون جلد. واحد منهم قرب منه وقال لا تحاول تصرخ، الصوت هنا ما بيطلعش فوق الأرض. سعيد اتسحب لتحت ليطربة أعمق فيها عرش من الجماجم، قاعد عليه كائن ضخم له قرون وله جناحين سود، اسمه مالك الأرواح الضالة. قال له انت سبيت المقابر، سخرت من الموت، ودي عقاب ليك. تعيش 1000 سنة في ظلمة القبر، تسمع صرخات اللي قبلك وتشوف موتك بيتكرر كل لحظة. وبدأ يسمع صوت جدته وصديقه اللي مات، حتى الكلب بتاعه، كلهم بيصرخوا جواه. فجأة سمع صوت أمه بتنادي عليه من فوق، بتبكي قدام القبر. بعد ما أصحابه رجعوا ولقوه لسه ما خرجش، جرب يرد، صرخ بكل قوته، بس الصوت نازل مش طالع. See, it's standing right behind you. Look what she made me do. بدأ يضرب في الحيطان بأظافره بإيديه لحد ما دمه غطى الطين، لكن كل ما يحاول يطلع القبر يتحول لنفق أعمق، كأنه بينزل جهنم نفسها. بعد 3 أيام الشرطة فتحت القبر، ما كانش فيه جثة، بس على الحيطان من جوه مكتوب بالدم أنا لسه حية، بس مش لوحدي. ومن يومها كل ما حد يدفن ميت في نفس التربة بيحصل حاجات غريبة، الجثة بتختفي، الناس بتسمع صرخات بالليل،
وكلب المقابر بيهرب وهو يعوي ويبكي. واللي يعرف التربة دي سماها الناس قبر سعيد، بوابة الجحيم. مرت شهور على اختفاء سعيد، لكن حكاية القبر المسكون انتشرت في الحي كله. الناس بقت تتجنب المقبرة دي، والأهالي بدأوا يحكوا عن صرخات بتيجي بالليل من جوه التربة، وكلب الحراسة دايما مربوط ومش بيقرب منها. لكن في واحد ما صدقش الكلام، اسمه رامي، شاب مراهق مهووس بالقصص المرعبة، بيصور فيديوهات رعب عشان ينشرها على تيك توك ويوتيوب. قال لصاحبه: هنعمل أقوى ترند في الوطن العربي، هندخل القبر اللي دفنوا فيه سعيد ونشوف أي اللي حصل في القبر من جوه. رامي وصاحبه مازن راحوا بالليل ومعاهم كاميرا وشمعة. الجو كان هادي، بس في ريحة غريبة زي لحم متعفن. فتحوا التربة القديمة بصعوبة، لسه قطار الدم باينة، بس الغريب إن مفيش جثة، ومكان التربة أعمق من قبل. قال رامي وهو بيضحك: يا عم إيه ده، جهنم دي ولا إيه؟ نازل بالكاميرا وقال لمازن: اقفل الغطا دقيقة عشان التصوير يطلع حقيقي. وفعلا الغطا يتقفل. رامي وهو جوه التربة بدأ يسمع صوت خربشة بالظبط زي اللي سمعه سعيد زمان. لكن فجأة ظهرت على شاشة الكاميرا صورة مشوشة فيها وش سعيد، وشه متعفن وعيونه مقلوبة. وقال بصوته مش واضح: ليه جيت؟ كان ممكن تنجو، بس دلوقتي دورك بدأ. النور اختفى، الشمعة انطفت، والتراب بدأ يقع من فوق زي ما التربة بتبلعه بلع. مازن فوق سمع صوت صرخة، فتح الغطا بسرعة، لكن رامي اختفى. مفيش جثة، مفيش تراب، مفيش كاميرا، بس على الحيطة من جوه مكتوب بجملة جديدة: كل من ينزل يدفن بلا وداع. هرب مازن وهو بيصرخ ووشه مرعوب، صوته رايح وعينيه بتدمع. ومن اليوم ده مازن ما اتكلمش تاني. قاعد في بيته بيكتب كلام غريب على الجدران. هو مش لوحده، سعيد بيجمع الأرواح. كل قبر بوابة. في الليلة اللي بعدها الحارس لقى التربة مفتوحة بدون ما حد يلمسها، والجدران حوالين القبر فيها خدوش كأن في مئات الأظافر بتحاول تطلع. الناس في الحي سمعوا حاجة لأول مرة، ضحكة مرعبة جاية من جوه الأرض، ضحكة مش بشرية. وقالوا بعدها إنهم شافوا ظل شخص واقف فوق التربة، لكن لما يقربوا بيختفي. لكن اللعنة ما خلصتش، لسه في أرواح بتتنادى، ولسه سعيد ما خلصش جمع ضحاياه. وفي نهاية القصة، لو عجبتكم لا تنسى الاشتراك ولايك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد.